هناك. يقول الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله: كيف إذا أقبلت الحورية في شعرها الأسود ووجهها الأبيض سبحان من جمع الليل والنهار، شعر، نحر، ثغر، خد، جد، نهود، فخود، سيقان، بياض، نعومة، ما في كريمات ولا نيفيا ولا وازلين، ما في أي شيء. يقول الله: عن الوجوه يومئذ ناعمة، حتى وجهك أنت ناعم بدون أي أنواع مساحيق ولا نوع مكياج، أنت منعم. قال رحمه الله: كيف إذا دخلت عليك الحورية في هذا الوجه الجميل وذلك الطول الفارع، شعر أسود ووجه أبيض، سبحان من جمع الليل والنهار. المس كفة يا شيخ بس، ما المسح. يقول: كيف إذا لمست بنان، البنان هذا كيف إذا لمست بنان نعم بالجنان آلاف السنين. لا إله إلا الله. وإذا أقبلت الحورية يقول رحمه الله: كيف إذا دخلت أحد القصور وإذا 10 من الحور العين متكئات على كثبان مسك. جاء أبو خالد، وين أبو خالد؟ أقبل. فلما رأيناك قمنا إليك مسرعات، سعيدة الحظ التي تضع إبهامها في يدك. فلما أمسكنك ألقينك على ظهرك على كثبان مسك، سحنك على الظهر يا جمال. الله أكبر. والحاضرين كلهم إن شاء الله. قال: فمن واضعة فمها بفمك تتزين، أنت مبخر. ومن واضعة خدها بخدك، ومن واضعة صدرها بصدرك، والباقيات تنتظرن الدور. لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: كيف إذا قدمتك الحورية كأس الخمر. خمر الدعوة من بلاش، خمر الدنيا دمار، لكن خمر الآخرة. يقول: كيف إذا قدمتك الحورية كأس الخمر، أيهما الذي سوف يسلب لبك؟ بياض كفة أم بياض خاتمة أم بياض الكأس أم بياض الشراب؟